إخواني أخواتي السلام عليكم. تطورات جديدة في قضية الكولونيل نور الدين العطور بعد تدخل الفرقة المكلفة بمكافحة العصابات في الفرقة الولائية لولاية أمن الرباط بحضور قاضي التحقيق، من بعد ما تم استدعاء مجددا كل من الربيب والصديق ديالو وكذلك العساس الباركينغ اللي غيكشف عن معطيات خطيرة وخطيرة جدا في هذه القضية. فقبل ما نبداو في الموضوع إخواني أخواتي، فبغيتكم رجاء انكم تعملوا لايك والبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. اخواني اخواتي، فكما هو معلوم العرس اللي كان في المنطقة القامرة بمدينة الرباط، والربيب اللي كان وصلاته واحد المكالمة على الساعة 11 ليلا من يوم السبت تقريبا، وهذا الشيء اللي خلى يعني الربيب انه ياكد لصاحبه بانه غيغادر المكان وغيمشي يقضي شي شغل وغيرجع بطبيعة الحال. وداك الشيء علاش العساس اخواني اخواتي ديال الحي اللي فيه منزل الكولونيل نور الدين العطور ديك الليله ديال السبت، وبالضبط على الساعه 12:30، هاد العساس اللي شاف الربيب وكذلك الحاجه هازين شي حاجه ثقيله، وقال لهم هاد العساس واش يمكن ليا انني نعاونكم. والرد بطبيعه الحال انه قالوا ليه راه حنا قادين بشغلنا، في حين اكد انها كانت هناك سياره واقفه في الباركينغ عمره ما شافها، يعني خصوصا في ديك الليله، يعني وبين انها سياره ديال الكراء. وهنا فين بدات الشكوك تحوم حول هذا العساس، ومن هنا كيتضح ان هذا الربيب اللي سمح في الحفله ويعني ومشى مع هاد المتورطين باش يكملوا الجريمه وباش يخفيوها، وكان الاتصال بطبيعة الحال مع بعض المسؤولين، وهادشي كان مخطط ليه مسبقا. وبحكم ان الربيب كان واحد يعني واخد واحد الموقف يعني عدائي من المرحوم، رغم انه رباه وقراه يعني ومن هذا القبيل، فهو ما عقلش عليه اخواني اخواتي، خصوصا حتى العلاقه اللي كانت متوتره ما بينه وما بين الام ديالو. وكما هو معروف راكم عارفين انه يعني الام ديالو كانت دائما كطالب المرحوم انه يكتب لها يعني ديك المنزل اللي هو منزل بسيط 55 متر مربع، ودائما كيعترض هذا المرحوم بخصوص هذا المنزل. كذلك يعني القرار اللي كان تاخده المرحوم على اساس انه غيرجع للزوجه ديالو الاولى، وهنا فين حسوا هذه العائله يعني للضياع، وهنا فين خطوا خصوصا. وان القضيه ديال المرحوم نور الدين العطور كان عنده مشاكل كذلك مع بعض المسؤولين، وهادشي اللي كانت يعني الطريقه باش يصفيوها ليه كانت مدروسه فعلا. فصراحه هاد الناس اللي قاموا بتصفيه المرحوم، فهنا لازم يعني قاضي التحقيق يعني رجاء انه ما يتمش الحفظ ديال هذا الملف، لان بعض المنابر الاعلاميه كيحاولوا انهم يشوشوا على هذه القضيه. فباش تعرفوا اخواني اخواتي ان الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى، وهاد الناس اللي كيحاولوا انهم يشوشوا يعني ويحاولوا انهم يحرفوا المسار ديال هذه القضيه، فدائما كتبان يعني حقائق جديده يوما بعد يوم، كتبان حقائق جديده، شهود. كذلك كما شفنا يعني مؤخرا واحد الصديقه ديال عامله النظافه اللي مشات يعني وقدمات الشهاده ديالها امام قاضي التحقيق من بعد ما كانت روات ليها او حكت ليها يعني الصديقه ديالها المتوفاه واللي كانت هي الشاهده على هذيك الواقعه، وملي كانت شافت يعني 3 سيارات واشخاص حاملين واحد جثه، بعد ما تاكدت انه بالفعل جثه المرحوم نور الدين يعني العطور. يعني صراحه هذه شهاده اللي يمكن فعلا انها تفك هذا اللغز. كذلك التسريبات ديال المكالمات، وكذلك كل شيء اللي كان جا به يعني واحد الشخص اللي هو الهاكر واللي كيعيش الان بالديار اسبانيا، وحاول انه يكشف المستور ويفضح هذه العصابه. فعلى اي هذه كلها معطيات اللي عند يعني الاستاذ يعني عبد الكريم اللي كنحييه من هذا المنبر، واللي غيقدمها يعني في الايام القليله القادمه القاضي التحقيق. فامام هذه التطورات صراحه اخواني اخواتي كنشوفوا بعض التهديدات اللي مازال يعني كيحاولوا ان هذه العصابات اللي هم مدفوعين من هاد الناس من اجل يعني التخويف، يعني كل يعني سواء من هيئه الدفاع وكذلك
يقدروا يخوفوا حتى الشهود اللي دلاو بالشهاده ديالهم امام قاضي التحقيق. فهذه كلها معطيات هي خطيره. والاكيد اخواني اخواتي، هذا الملف اللي كنشوفوا انه شادين بعض المسؤولين اللي كيحاولوا انهم يطمسوا هذا الملف يعني ويغيروا مجرى التحقيقات، وبالتالي يعني ابتسام يعني ما تاخذش الحق الاب ديالها. فحتى العامله اخواني اخواتي اللي كانت شاهده على هذا الحادث، العامله النظافه يعني الله يرحمها، واللي كانت شاهده على هذا الحادث، واللي عودت كل شيء للصديقه ديالها، والصديقه ديالها الاخوان اخواتي اللي مشات لقاضي التحقيق واعترفت وعطات بعض الاقوال ديالها والتصريح بخصوص هذه الواقعه. فهاد الناس اللي كانوا دائما كيحاربوا يواجهوا اي واحد بغى يدلي بشي حقيقه او بشي يعني بشي تصريح بخصوص المرحوم نور الدين، فكيكون المصير ديالو يعني التصفيه الجسديه. وبالفعل هاد العامله النظافه اللي تعرضت للتسمم، وهنا فين غيتفاجئوا العائله ديالها، فعلا غيتفاجئوا بان الطب الشرعي وكذلك النيابه العامه اللي ما قامش بتشريح طبي الجثه ديالها باش يعرفوا شكون السبب او ما هما المتورطين الحقيقيين في هذه القضيه. لكن شاءت الاقدار اخواني اخواتي ان هذه العامله يعني حكات كل شيء للعائله ديالها بما فيها هذه الصديقه. فصراحه اخواني اخواتي كنقولوا مره ان الله يمهل ولا يهمل هاد الناس اللي بغاو يعني يضربوا يعني في القضيه ديال المرحوم. فبالرغم من هذا العراق الاخوان اخواتي، فاحنا عندنا الثقه التامه في القضاء ديالنا. فحتى قاضي التحقيق اللي صراحه راهو على درايه بمجموعه من هذه المعطيات وهذه المعلومات وكذلك الحقائق والادله اللي في المكتب ديالو، واللي كيتوصل بها يوميا، وللاكيد اللي غتخلي هذه العمليه التحقيق غتسير بوتيره اسرع، بالرغم من الحفظ ديال هذه القضيه سابقا، خصوصا انهم هاد الناس اللي كانوا الخطه ديالهم انهم يوضعوا الملف في الحفظ، وهذا الشيء اللي ما غيتجلاش صراحه اخواني اخواتي. فريثما يتم جميع المعلومات وحتى بعض التسجيلات اللي غيتوصل بها قاضي التحقيق في القريب العاجل، واللي غيرسلها يعني الاستاذ عبد الكريم القاضي التحقيق بمدينة الرباط، واللي غتكشف كل ما هو مستور يعني بالصوت والصورة. هنا فين غيتم فك هذا اللغز، لطالما لغز يعني استمر أكثر من 6 سنوات. وكما شفتوا إخواني أخواتي، هاد الناس اللي كيحاولوا أنهم يحاربوا ابتسام يواجهوها ويخوفوها ويهدوها يعني بالتصفية الجسدية، وكذلك حتى المحامية زينة الخيار اللي صراحة حتى هي يعني كتلقى مجموعة من التهديدات من طرف المجهولين. وهذا الشيء خطير وخطير، وكنطالبوا من السلطات الأمنية أنهم يعني يديروا واحد الحماية مشددة على هاد الناس، وحتى على الشهود اللي مازال الكثير من الأشخاص حاولوا أنهم يقدموا الشهادة ديالهم أمام قاضي التحقيق لهم، لكن الرعب والخوف يعني من هاد العصابة اللي صراحة راه مازال الكثير منهم يعني في الخفاء ومازال يعني ما بانوش. يعني هذه عصابة كبيرة وكبيرة جدا. هنا كيتبين لنا أنه فعلا هاد الزوجة في واحد الموضع يعني ربما يعني كتحس براسها أنها مرتاحة وأنها ما يقدر لها حتى شي واحد، لأنها هي متكية على شي ركيزة. فهاد الشيء اللي خلاها أنها تستمر يعني بالتستر في هذه الجريمة، وما تقولش كل ما هو جديد في هذا الملف، ودائما تسبق الميم بهذا المعنى. حتى العائلة ديالها كل شيء ناكرين، كل شيء يعني ما بغاوش يبينوا الحقيقة. لكن ابتسام اللي كتصر يعني من أجل يعني الوصول إلى حقيقة الوفاة الأب ديالها، لا يهمها لا الأب الأم ديالها ولا الإخوان ديالها، إنما كيهمها يعني أن القضاء يعرف الحقيقة شكون هم المتورطين الرئيسيين يعني في تصفية المرحوم نور الدين العطور. إخواني أخواتي، فإلى هنا نكتفي بهذا القدر، ففي انتظار ما هو جديد. فما تبخلوش لنا باللايكات ديالكم وكذلك البارتاج. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.